صباح الخير، يا صباح النور، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل طريقه رز، طريقه لحمه، يعني رز بالكبسه كده، طريقه جميله جدا. بس لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. حطينا مكعبين زبده ومعاهم لحمه مكعبات صغيره مقطعاها تقطعات صغيره عشان تستوي معايا بسرعه. وبعد كده حطيت بقى ايه، عيدان القرفه وحبهان وورق لورا وليمون مجفف، كركم مع بهارات كبسه. مش هحط بقى ايه ملح دلوقتي خالص كده علشان اللحمه معايا تستوي بسرعه، وانا مقطعاها مكعبات صغيره كده زي ما انت شايفه. بعد كده بقى ايه، هقطع بقى كده بصل او هبشره او في الكبة مثلا، وبعد كده هنزل بيه اشوحه بتاع 10 دقايق كده. البصل طبعا مع اللحمة هيتكرمل بقى مع البهارات اللي انا حطاها، وطبعا هشوحهم كده بتاع 10 دقايق. وبعد كده هنزل بمية سخنة من الكتل، وهحط ربع معلقة سكر علشان ربع معلقة السكر ديت اللي هتسوي اللحمة بتاعتي كده. بقى ايه، خلاص الريحة بقى بجد تحفة مع عيدان القرفة. جربيها، وصفة هتعجب الولاد جدا. كنت لسه عاملاها من قريب بالفراخ وحاطة فيها خضار. لو عندك الولاد ما بيحبوش الخضار، جربي بجد. البسلة موجودة طبعا في السوق، الفاصوليا الخضراء، الجزر. جربي الخضار المتشكل اللي انت عايزاه، حطيه في الوصفة ديت مع الرز في الاخر خالص. يعني وانت بتحطي الرز كده حطي الخضار بتاعك. بعد كده بقى خلاص انا شلت اللحمه بتاعتي عشان هعملها بقى تحت الشوايه كده. الولاد عندي بيحبوا اللحمه او الفراخ تكون متحمره واخده وش كده. لو انت حابه تسيبي اللحمه كده في الرز مع الصوص اللي احنا عاملينه الجميل المتكرمل ده، يبقى كده ايه تمام كده. انا هنا خلاص حطيت الملح بتاعي ودقت كده الصوص بتاعي، خلاص لقيت الملح مظبوط. هبتدي بقى ايه احط الرز ده اللي هو الفلبيني او اللي هو البسمتي. هنا بقى مش هحط ميه تاني علشان انا معيار الميه بتاعتي كده كويس. لو زودتي اكتر من كده هيعجن معاكي. هو كده بصي زي ما انت شايفه كده، بصي يعتبر الرز كله باين. خلاص كده يا دوبك اول ما هتغلي غلوه كده اروح موطيه زي الشمعة. بصوا بقى الرز بقى جميل ازاي ومفلفل واحده بوحدتها كده. بس كده هاخد اللحمه بتاعتي بقى بمعلقه زبده تحت الشوايه، وتبقى كده خلاص الوصفه بتاعتنا بقت جاهزه. نعمل بقى جنبيها طبق سلطه بقى مكون من كل بقى الخضروات، جزر، جرجير، خس، يعني نشكلي كده طبق سلطه حلو كده، بما ان احنا ما حطيناش في الوصفه بتاعت النهارده يعني خضار. وكده خلاص الوصفة بتاعتي بقت جاهزة. بجد طعمها حلوة جدا، جربيها هتعجب الولاد. وبصراحة بتوفر في المواعين ومش متعبة، يعني مش مجهدة يعني في المطبخ وكده. لما تكوني حابة كده تعملي حاجة بسيطة وسهلة، ولو حابة تعمليها بصدور البانيه برضو تبقى تمام. يا رب الوصفة بتاعتي دي تكون عجبتكم. ما تنسوش تخشوا تعملوا اشتراك وتعملوا لايك علشان انا بتبسط جدا وقناتي بتكبر بيكم طبعا. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.